السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى احنا يعني ايه، الفيديو ده خاص بس لمين؟ لشعب الجزائر، اخواتنا في شعب الشعب الجزائري. اي حد محتاج خدمه، واخد بالك، من الجزائر، محتاج اي ورقه، محتاج اي حاجه، وانا جاي اقابل عميل من عملاء الشركه عندنا، بنستقبله في المطار. قابلت مين؟ الراجل المحترم ده، اخونا الطيب ده. عليكم السلام. تسلم. الراجل ده بيقول لي، يعني ناس كتير بتسالني من شعب الجزائر، بتقول لي محتاجين ورقه، محتاجين نودي حاجه، محتاجين مش عارف ايه. فلقيته بيقول لي هو يعرف شركه، يعني سبحان الله الكلام جه كده، يعني قال لي انا اعرف شركه بتودي الخدمه بتاعتها سريعه. الشركه دي سريع جدا. يعني أيوة. يعني مثلا انا جزائري، تمام. محتاج ورقه، محتاج اودي ورقه، محتاج اجيب ورقه من الجزائر، محتاج اعمل اي حاجه. بتاخد وقت قد ايه؟ عندنا يومين في الأسبوع، عندنا الخميس وعندنا يوم الأحد على حسب الطيران الجزائري. طيب يعني دلوقتي مثلا لو انا جزائري وعاوز اتواصل معاك، حضرتك الاستاذ خضر، صح؟ طيب خضر الدين دلوقتي اللي عايز. نعم، تفضل. بدر الدين، انا اسف، انا قلت خضر الدين. اوكي، انا دلوقتي مثلا حبيبي، الله يسعدك. طبعا تحياتي لشعب الجزائر المحترم الخلوق المتربي المتدين اللي بحبهم في الله من قلبي. انا دلوقتي واخد بالك، خليني انا عميل، او خليني انا حد، انا جزائري وعاوز اتواصل مثلا مع الشركه اللي انت تعرفها، وانت عاوز توصلني. انا طبعا عشان بس ما عنديش وقت اتكلم معاه، لان اخونا يعني واقف جنبنا اهو. تطلع معانا ولا لا؟ طب مش عايز يطلع، اوكي. انا دلوقتي عشان بس نفيد الناس، او نفيد اخواتنا الجزائريين اللي موجودين في البرتغال، تمام، او حتى اللي موجودين في الجزائر وعاوزين يبعتوا اوراق، او عاوزين يعملوا اي حاجه لاولادهم، لاخواتهم، لاي حد موجودين، يتواصلوا معاك ازاي؟ ايه طريقه التواصل؟ التليفون مثلا؟ والله بالتليفون. طيب. أيوة. طيب ممكن نقول التليفون، يعني الرقم، عشان خاطر ايه يبقى اسهل. طبعا انا مسجل الفيديو ده مباشر. في واحد بيتصل عشان ياخذ حاجات. طيب ممكن نقول الرقم بس عشان احنا مباشر. رقم بس. نقول بس للناس الرقم، تمام. وبعدين ترد على الراجل. معلش سامحني. اوكي. ودي حاجه انا شايفها كويسه، بتوفر وقت في خلال يومين. لو انت عندك ورقه، عندك حاجه، تقدر ان انت تتواصل مع اخونا، واخد بالك، وهو بيوصلك للشركه. وطبعا يعني هو بيعمل الموضوع دوت، يعني يعتبر خدمه لاخواتنا في الجزائر. يعني هو مش شغله يا جماعه، صح؟ هو مش شغلك، ولكن انت بتوصله، احنا نوصلهم للشركه أيوة. اللي هي. وفي ناس كتير ما تعرفش، ماشي، وطبعا تكون ارخص من DHL، وارخص من كده. ارخص بكتير، هو مبلغ رمزي. يعني مبلغ رمزي، مش محتاج ان انت مثلا تدفع كتير بقى وتروح DHL، او تروح مثلا البريد. أيوة. وبتاع ومش عارف ايه. دي شركه وقانونيه وشغاله، هو بيقول لي يعني قانوني، ولكن هو هيوصلك بيها عشان خاطر انا مش. طيب يتواصلوا معاك ازاي؟ عن طريق رقم الهاتف. وريني كده رقم الهاتف. وتكون من الايد للايد. من الايد للايد. ايوه. اوكي. طيب ممكن الهاتف عندك 934. الرقم طبعا بالبرتغالي، هنكتب بقى ايه بلس او 00351. ايوه. 00351 ده مفتاح، اللي هو الكود بتاع البرتغال. قول الرقم. 934 934 225 225 026. 026. نقوله بسرعة مرة تاني. ايوه. 934 225 026. ايوه. بالتوفيق للجميع. اي حد محتاج اي حاجة توصل بسرعة، اتواصلوا مع الراجل الطيب دوت، ان شاء الله مش هيتأخر عنكم. ان شاء الله نحاول ان احنا اي حاجة نقدر نساعد بيها الناس، احنا ما بنتأخرش في فعل الخير. واي حد انا بقولها وهفضل اقولها، محتاجني في ان انا اساعده في اي حاجه، او اعمل له حتى اي حاجه في البرتغال، سواء عنده مطعم، عنده كافيه، عنده شركه، عنده اي حاجه بياكل منها عيش بالحلال وهتفيد الناس، انا موجود. اتواصل مع الكول سنتر، وانا مش هتاخر عن اي حد. ما باخدش فلوس من حد، ما باخدش حاجه من حد، بعملها لوجه الله. الله يوفق الجميع. تحياتي للشعب الجزائري. السلام عليكم. عليكم السلام.